أهلين وصال، أهلين. أهلين أم وسيم. خليكي هون. كيفك يا حبيبتي؟ الحمد لله بخير. والله لو شافك أبوكي لغير رأيه، بس ما بده يشوفك. أبي بيحبني. لو بيحبك ما رماكي. شو بدك تحكي لي؟ احكي لها ام وسيم، احكي لها. شو بدي اقول لك يا وصال؟ كنت حابه فرحك. يلي سمعته بالشهر الماضي عن ابوكي طلع صحيح، وتاكدت انه صحيح. ابوكي ما عاد ابوكي يا لطيف، ما عاد يخاف من ربه، ناوي يحرمك من كل امواله لانه بحب مرته الجديده وابنه ياسر. بده يكتب لابنه ياسر كل شي عنده من هلا. ليش ما بتحبي أبي يا أم وسيم؟ أنا ما بكره أبوكي، بس بحبك إلك. إلي تعب عليكي وانت صغيرة، كنت بحبك أكثر من أولادي، ولساتني بحبك أكثر من أولادي. عشتي كل هالعمر ببيتنا وما هيك ما بتحبي أبي؟ ليش هيك عم تحكي يا وصال؟ ابوكي بيرد لك الشر وام وسيم بترد لك الخير، شو قصدك من هالكلام؟ معلش يا جليلة خانم، معلش. وصال طيبة، والإنسان الطيب ما بيعرف لعب الشياطين. هي انتي شلونك عمو؟ الحمد لله. أنا لازم أمشي بخاطركم. ما شربتي القهوة؟ ما في لزوم لشرب القهوة، تأخرت على البيت. شو ام وسيم هون؟ اهلا وسهلا بجلابة الخير. تعي معي شوي. اوعك حدا يضرب الحكي اللي قلت لك اياه، والله ابو وصال بيخرب بيتي. لا تخافي، شو انا مجنونة؟ من حق ام وسيم، شو الاخبار؟ في شي جديد؟ ما في الا الخير. بخاطرك يا وصال، بخاطركم. مع السلامة. بخاطركم. فعلا ما شربت القهوة؟ ما لمستها. لكن فليشربها نوار. عم بقرا اخبار ام وسيم على وشي. لا تحكي، ارجوكي لا تحكي، خليني اقرا. استني ارجوكي استني. يا الله ما احلى وشك يا جليلة. حكاية ابوها مظبوطة ما هيك؟ انا المعلومات اللي اجتني بتأكد لي انه ابوها رجال ما عنده لا حس ولا ضمير، واي مرة ممكن تبلعه. مسكينة وصال، مسكينة بنت اختي. ما راح نتركها لحالها ضد النمر، طمني بالك، انا معها وانت معها، كلنا معها، وحق هالبنت لا يمكن يضيع ابدا. انا لما سمعت القصة من شهر صدقت الحكاية كلها، بس انت ما صدقتيها. بده يحرمها من امواله، من ملايين، معامل، بنايات بابو رماني، بالمزه، مزارع هون. انا بعرف كل شيء عنده. نوار الفطين ما بتمروا عليه شغله ابدا. وصال يا وصال، يا الله شو قلبك طيب يا جليلة. انت عملتي واجبك واكثر تجاه المسكينه، اما ابوها بده يقتلها اكراما لمرته الجديده. عمو وصال، وصال انا زعلان كثير من شانك، اعتبريني مثل ابوكي.
لا تخافي يا وصال، لا يمكن يضيع حقك وانا موجود. شو بتشير علي يا استاذ نوار لنوقف هالمصيبه؟ والله القضية خطيرة والحرب كبيرة. ايه نعم، الحرب اللي بيننا وبينه يلي بدها تحل كل المشاكل هي بحاجة لتفكير وتخطيط. لكن بده يكتب كل أملاكه باسم ابنه. ايه كل امواله وما بده يترك شيء لوصال. كيف لازم نوقف بوشه؟ شو لازم نساوي حتى نخلص حق وصال؟ عم يطبخ طبخة الظلم بالقانون، ليل نهار عم يجتمع مع المحامين مشان يحرم هالمسكينة حقها. بس لهلا ما ساوى شيء رسمي. لا لهلا ما صار شيء رسمي. أملاكه كبيرة وأمواله وأسهمه كتيرة، بحاجة لوقت ليعرف كل شيء عنده. لازم نبدأ فورا، لأنه إذا ما بدينا ضاعت هالبنت المسكينة بين المحاكم والمحامين وغيره وغيراته. شو بدنا نساوي؟ البنت وحيدة ومالها بالدنيا غيري أنا. غيرك وغيري، أنا كمان لا يمكن أتخلى عنها أبدا. الموضوع صار بيهمني. أنا من شهر من لما سمعت بالقصة وهي شغلي الشاغل. بنت وحيدة محتاجة لأب وأنا ما عندي ولاد، إذا أنا أبوها. لازم نتحرك من هلا. أنا بعرف محامي كويس، رح أسأله حتى ينورنا. مخه كبير ورأيين أحسن من رأي واحد. طمني بالك يا مدام. مرحبا. اهلا وسهلا. شو شايفك بالبيجامه؟ اي والله قاعد بالبيت يعني. كنت ظنك جاهز لتنزل معي. تسمح لي ادخل؟ طبعا تفضل. اهلا وسهلا. شو عم تساوي؟ يا عم اكتب شوي. عم تكتب؟ شي حلو، احسن من وجع الراس. والله اللي يفكر بهالدنيا بتطق مرارته. يلا رح استناك حتى تلبس ثيابك. مشان شو البس ثيابي؟ حابب تيجي معي بزيارة. بس انا هلا ما بقدر بطلع من البيت، بفضل اقعد واكتب كمان. شو رح تكتب؟ مسرح؟ هذا ما رح يخليك تنفذ مني. تقدر تكتب بعدين ورح تقريني شو عم تكتب. لما كنت صغير كنت حب الأدب. لما كبرت الحياة بدلتني. يلا البس ثيابك وبعدين بنرجع وبنشوف شو كتبت. ايه بس انا هلا مهيئ نفسيا لحتى اكتب. انا شخصيا ما بقدر بكتب باي وقت. الموضوع خطير، ارجوك افهم هالشي. انا جاي لعندك حتى تساعدني. نوار الفطين عم يطلب منك خدمة، معقول ترفض مساعدتي؟ لوين رايحين؟ لسفل الدرج، لبيت جليلة خانم. شفت المشوار شو قريب؟ بريدك توقف معي بقضية، وهذا ما رح يكلفك شيء، بالعكس رح تكسب من الموضوع. رح تكسب شكري وامتناني أولا، ورح تكسب حب ناس تانيين. القضية بكل بساطة فيها ناس ضد ناس، يعني عمل إنساني. وانت بقى بتحكم بفكرك براسك الذكي باعتبارك إنسان مثقف. فهمت علي؟ بعدين أنا شايف إنك رح تكسب أكتر مني بكتير. رح تكسب قصة مسرحية رائعة. شو رأيك؟ ومين هدول الناس؟ جليلة وبنت أختها وصال،
انت شفتها لوصال ما هيك؟ ايوه طبعا شفتها. وشو القضيه؟ راح تعرفها هنيك. يلا البس ثيابك، يلا لا تتردد. نحن منفرح الناس ومنفرح، منساعدهم بيفرحوا، ومنفرح لانه منساعد الناس. يلا. راح تعرف جليلة خانم انه إلها اصدقاء، راح تعرف انها مو لحالها. اخ يا حسان، قديش مؤلم الانسان يعيش لوحده. سجل لي هالكلمات بمسرحيتك. مساء الخير. مساء النور. كان يحبها، والله كان يحبها. كان يقول وصال دنيتي، وصال فرحة عمري. غابت مرة مع أمها جمعة بالزبداني، راح يطق، راح يجن. اجا لعندي ودموعها على عرض خدوده. والله ما بعرف شو صار له. كان يحبها أكثر من أي أب بالدنيا. طيب عفوا، ليش تخلى عنها؟ كره أمها. لعبت بعقله وحدة ست وقام كره أمها. أختي كانت حلوة كتير يا أستاذ حسان، كانت طيبة وشريفة، مع هيك طلقها. ولاد الحرام عبوا راسه بحكاية فظيعة عن أمها. ما تأخذيني مدام، حسان ما عاد غريب عنا. لعبة لعبوه عليه. بحياة ربك ما في لزوم لهالسيرة أبدا. خلوه يشك إنه وصال مو بنته، فهمت علي؟ أختي كانت من أشرف الناس يا أستاذ نوار، بحياة ربك ما في لزوم لهالسيرة أبدا. اعتبري حسان أخوك يا جليلة، ذاتا لو إلكن أخ كان صار فيكن هيك. اعتبريه أخو وصال. حسان رجل مثقف وعنده أخلاق. رماها هي وأمها وكان عمرها 10 سنين. كان عمرها 9 سنين و10 شهور. وبعدين الأم ماتت والملعون ما فكر أبدا إنه يشوف بنته. طيب معقول يشك إنها مو بنته والبنت عمرها 10 سنين؟ ما قلت لك اللعبة كانت كبيرة. يا مرحبا يا مرحبا. تعي حبيبتي، تعي لجنبي. الله مع الطيبين يا وصال، والحق لا يمكن يضيع أبدا. كيف لازم نتصرف يا أستاذ نوار؟ حسان بيساعدنا. شو رأيك أخي حسان؟ الحقيقة الأمر محزن وبيحير كمان. يمكن لو شافها يستعيد شعوره نحوك كأب. مين هو خالتي؟ أبوكي يا وصال. بابا بيحبني. بس هو عم بيقول إنه أبوكي ما بريد يشوفك أبدا. قلت له إنه أبي ما بيحبني. يا عمو اللي بيحب التاني بيحب يشوفه. على كل حال موضوعنا مو المحبة، موضوعنا قضيتك مع أبوكي. أنا مالي قضية مع أبي. أنا إلي قضية مع أبوكي، والأستاذ حسان هو اللي رح يساعدنا فيها. أنا قضية المصاري؟ إيه قضية المصاري، ما رح أتركه يضيع حقك أبدا. كلنا بنتعاون فيها. القضية قضيتنا كلنا، ما هيك يا حسان؟ يعني الحقيقة أنا
أنا ما بدي مصاري من بابا. أنا بدي. عادي وصال، عادي لا تزعلي حبيبتي. بدي أشتغل بالتابلو، لازم كمله. لا تصدق إنه بابا ما بيحبني. بابا بيحبني. بابا ببعت لي مصاري كل شهر. أنا بحبه.